ما تسمحش لأي مخلوق يقلل منك أو يحبطك أو يكسر مقاديفك. صحيح هي مجاديفك ولا مقاديفك مش مهم، المهم ما تسيبش حد يكسرها. اوعى تحاول تقلل من نفسك وانت فاهم ان ده تواضع. التواضع انك تكون عارف قيمة نفسك كويس، بس ما بتحاولش تستعرضها على الناس طول الوقت. ما تحبسش روحك العظيمة دي في إزازة وترجع تشتكي انك مش عارف تحقق حاجة. ما تخليش الناس تقصقص جناحاتك وترجع تزعل علشان مش عارف تطير. صدق نفسك لانك جميل وقوي وتقدر تعمل اي حاجة لو بس قررت. ربنا عادل جدا يا جماعة، مش ممكن يدي حد حاجة ويحرم حد تاني، لكن علشان الحياة تستمر لازم الكنز بتاع كل واحد فينا يكون مختلف عن غيره. مهمتك انت بقى انك تلاقي الكنز بتاعك وتحافظ عليه وتستثمر فيه، ولما تحس انك ماشي في طريق مش بتاعك ما تكملش، لف عند اقرب يوتيرن وارجع. لو فتشت في كل قصص النجاح اللي سمعتها في حياتك هتلاقي شيء مشترك موجود في كل القصص دي، وهو ان اصحاب القصص دي صدقوا نفسهم واشتغلوا على نفسهم ليل نهار. ما تسمحش لأي مخلوق يقلل منك أو يحبطك أو يكسر مقاديفك. صحيح هي مجاديفك ولا مقاديفك مش مهم، المهم ما تسيبش حد يكسرها. اوعى تحاول تقلل من نفسك وانت فاهم ان ده تواضع. التواضع انك تكون عارف قيمة نفسك كويس، بس ما بتحاولش تستعرضها على الناس طول الوقت. ما تحبسش روحك العظيمة دي في إزازة وترجع تشتكي إنك مش عارف تحقق حاجة. ما تخليش الناس تقصقص جناحاتك وترجع تزعل علشان مش عارف تطير. صدق نفسك لأنك جميل وقوي وتقدر تعمل أي حاجة لو بس قررت. ربنا عادل جدا يا جماعة، مش ممكن يدي حد حاجة ويحرم حد تاني، لكن علشان الحياة تستمر لازم الكنز بتاع كل واحد فينا يكون مختلف عن غيره. مهمتك انت بقى انك تلاقي الكنز بتاعك وتحافظ عليه وتستثمر فيه، ولما تحس انك ماشي في طريق مش بتاعك ما تكملش، لف عند اقرب يوتيرن وارجع. لو فتشت في كل قصص النجاح اللي سمعتها في حياتك هتلاقي شيء مشترك موجود في كل القصص دي، وهو ان اصحاب القصص دي صدقوا نفسهم واشتغلوا على نفسهم ليل نهار. اوعى تحاول تقلل من نفسك وانت فاهم ان ده تواضع. التواضع انك تكون عارف قيمة نفسك كويس،